اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هوريكم فيه طريقه بسكوت في منتهى السهوله، رغم ان هو شكله يبان صعب شويه، لكن طريقه اعداده سهله جدا. كمان مكوناته بسيطه قوي، ببيضه واحده بس وبدون سمنه ولا زبده ولا لبن. هتطلع كميه بسكوت حلوه جدا تتقدم مع شاي او قهوه. وقبل ما نبدأ الفيديو يا ريت نتابع الفيديو للآخر، ولو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة. وقبل ما نبدأ وصفة النهاردة عايزاكم تضاعفوا المقادير، لان البسكوت طعمه حلو جدا. كمان طريقة التحضير ما بتاخدش اي وقت خالص. هنحتاج اول حاجة بيضة، هنزود عليها معلقة صغيرة من الفانيليا، هنزود كمان نص كوباية من السكر البودرة، ونقلبهم مع بعض كويس جدا لغاية ما السكر يدوب مع البيضة. وبعدين هنزود عليهم نص كوباية من الزيت، ونرجع نقلب الزيت مع بقية المكونات. وبعد كده هنزود عليهم معلقتين 2 كبار من بودرة الكاستر، او ممكن تستبدليها بالنشا، بس الكاستر بيديله طعم وريحة حلوين جدا، كمان بيخلي البسكوت مقرمش جدا معانا. والكوباية اللي بنعاير بيها السكر بنعاير بيها بقية المقادير زي الزيت والدقيق، بتكون كوباية واحدة. ونبدأ نزود كوبايتين 2 دقيق، بنضيف على الدقيق ده رشة ملح صغيرة ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وما نكترش كتير في البيكنج باودر علشان الشكل بتاع البسكوت ما يفرش معانا اثناء التسوية. ونخلط الدقيق مع المواد السائلة، وبعدين بنعجن العجينة بتاعتنا لمدة دقيقة واحدة يا دوبك تلم معانا. وعجينة البسكوت مش بنعجنها كتير، هي بتكون عجينة ناعمة ومشققة ومفتحة زي ما انتم شايفينها كده، يا دوبك بس كده بنلمها مش اكتر من كده وبتكون جاهزة معانا. وبعدين هنقسم العجينة على 2، هنخلي نصها شوكولاتة والنص التاني يكون سادة، وينفع تخليها كلها سادة. هنضيف على عجينة الشوكولاتة معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، وبعدين هنعجن العجينة بتاعتنا كويس مع الكاكاو. ولو حسيتي ان الكاكاو نشف معاكي العجينة شوية، هتزوديها معلقة كبيرة من الزيت علشان تطري العجينة. وبعدين نبدأ نشكل العجينة على شكل كور صغيرة جدا بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. وكمان هنشكل العجينة البيضة بنفس الطريقة. وبعد ما شكلت العجينة هاخد كورتين من البيضة والزقهم مع بعض بالطول، واخد 2 من الشوكولاتة ونلزقهم بالعرض، وبعد كده هنحطهم تحت ايدينا ونبرمهم علشان يلزقوا مع بعض كويس. وبعد كده هحطهم في بصمة الكحك دي واضغط عليها، هتطلع معانا الشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. او لو عندك المكبس بتاع البسكوت اشتغلي بيه. هنعمل كمان واحدة بنفس الطريقة، بس اهم حاجة وانت بتعمليهم الزقيهم في بعض كويس جدا واضغط عليهم جامد علشان وقت التسوية ما يفتحوش من بعض. وبعدين هناخد البسكوت ونرصه في صينية ما تكونش مدهونة حاجة، لان البسكوت فيه المادة الدهنية بتاعته فمش هيلزق معاكي. هنعمل كمان شكل طريقته سهلة جدا، هناخد كل كورة من دي ونعملها على شكل رول، وبعدين نلزقهم في بعض ونضغط عليهم كمان ضغطة علشان يلزقوا كويس. وبعد كده هنجيب السكينة ونعمل فيها فتحات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هيطلع معانا شكل ورق الشجر، شكله حلو جدا. او ممكن تعملي اي شكل يكون سهل عليكي وانت حباه. بعدين هنرص البسكوت في صينية ونشوف التسوية بتاعته. هنشغل الفرن على درجة حرارة 190 يسخن كويس جدا. بعدين هندخل البسكوت في الرف اللي في النص، هيقعد في الفرن من 10 دقايق لربع ساعة، وهيكون استوى معانا كويس جدا. ولو الفرن بتاعك بيشتغل فوق وتحت مع بعض يبقى هنشغل الاتنين مع بعض، او لو بيشتغل من تحت لوحده ومن فوق لوحده يبقى هنسيب البسكوت لغاية ما يستوي من تحت وياخد لون خفيف. بعد كده هنرفعه تحت الشواية لمدة دقيقتين ياخد لون بسيط. ناخد بقى البسكوت وندخله الفرن، بس قبل ما ندخله هنعمل فيه تجويف بسيط بايدينا علشان انا هحشيه بعد التسوية. لكن لو انت مش حابة ان انت تحشيه فانت هتسيبيه زي ما هو من غير ما تعملي فيه اي تجويف. وده كده الشكل النهائي بتاع البسكوت، ريحته كانت طالعة اثناء التسوية حلوة قوي. وشايفين البسكوت واخد لون خفيف، مش عايزينه يتحمر معانا اكتر من كده. هنسيب البسكوت لما يبرد، وبعد كده نبدأ ان احنا نحشيه بالمربى. احشيه باي مربى عندك، او ممكن تحشيه بنوتيلا. انا هحشيه بمربى الفراولة اللي كنا عاملينها مع بعض قبل كده في فيديو. وشايفين البسكوت ما خدش اي وقت خالص في تحضيره، اي حد يقدر على طول يقوم ينفذ الوصفة دي.
وكمان بمكونات بسيطة جدا ان شاء الله تكون متوفرة عندكم في البيت. عملنا صنف حلو جدا من البسكوت بطعم وريحة بجد تحفة. كمان شايفين البسكوت من جوه قد ايه هش وكمان مقرمش جدا. عايزاكوا بقى تعملوا البسكوت ده بجد هتنبسطوا من طعمه، كمان شكله حلو جدا ويفتح النفس. وبس كده تكون وصفة النهاردة خلصت. اتمنى ان الوصفة تكون نالت اعجابكم، وياريت لو الوصفة عجبتكم ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكوا اشعارات بكل وصفاتي الجديدة.